السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا صديقي هنحلل مع بعض عقلية الناجحين ونشوف ايه المختلف عندهم. الناجح هو الشخص اللي بيقدر يوصل لهدفه، نجح انه يوصل لهدفه. في اهداف كل الناس بتدور عليها زي مثلا الشهرة والفلوس والكلام ده كله، في حد بيوصل للهدف بتاعه ده فبيسموه ناجح. تعالى بقى النهارده نتكلم عن قصة النجاح. هل هي عبارة عن صدفة ولا في ظروف معينة ولا بتكون عبارة عن طريقة تفكير؟ النجاح يا صديقي مش بيجي صدفة. النجاح ناتج عن طريقة تفكير وعادات يومية الناس دي بتعملها عشان توصل لأهدافها. هنتكلم عن بعضها دلوقتي. وهنا أنا بتكلم عن النجاح العام، مش النجاح اللي ممكن حد يوصل له بدون تعب. يعني مثلا والدك ساب لك فلوس بالملايين فحضرتك بقيت مشهور بدون ما تعمل أي حاجة، فالناس شايفاك ناجح. دي قصة تانية مش دي اللي احنا بنتكلم عنها. ليه في ناس بتوصل لأهدافها بسرعة وناس تانية بتقعد سنين في نفس مكانها وما بتنتجش ولا بتعمل أي حاجة؟ السر يا صديقي مش في الحظ ولا في الفلوس ولا في العلاقات ولا في الكلام ده كله. السر في طريقة التفكير، السر في العقلية. أول فكرة عندنا يا صديقي هو الرؤية الواضحة. الناجحين معظمهم إن لم يكن كلهم بيكونوا عندهم فكرة واضحة عن اللي هم عايزين يعملوه، بيمشوا ناحيتها، مش كل ما تجيله حاجة يروح وراها. عايز أقول لكم إن أنا في بداية حياتي لما اشتغلت في الخليج اتعاملت مع شخص في شركة، الشخص ده كان أي حاجة يشوفها قدامه يدخل فيها، أي حاجة مهما كانت. يشوف موقع عبارة عن متجر بيبيع مثلا حاجات عايز يعمل زيه، لقى مثلا شركة اتعاقدت مع الهلال الأحمر عشان تقدم لهم سيرفيس راح يعمل زيها. كل حاجه بيشوفها بيمشي ناحيتها. النتيجه في الاخر كل المشاريع دي فشلت، مفيش حاجه نجحت فيها. هو ما عندوش رؤيه هو عايز يعمل ايه، هو بيدور على اي حاجه تيجي قدامه والسلام، فبالتالي مش هينجح. الناجحين عندهم رؤيه واضحه من بدايه دخولي المسار ده، عارف انا عايز اوصل لفين وماشي في الطريق ده، ما بروحش يمين ولا شمال. ممكن اخرج لحاجه هتفيدني في الحته دي، تمام، حاجه هتأيد فكرتي، تمام، حاجه هتزود قيمه للهدف بتاعي، تمام برضو، بس ما اروحش اجري في كل حاجه تيجي قدامي، لان انا كده ما عنديش رؤيه. واللي ما عندوش رؤيه ما بينجحش عشان هو مش عارف هو يروح فين اصلا. في حكمه كده هزليه يعني كنت بقولها، يعني يقول لك اذا لم تعرف اين تذهب فكل الطرق تؤدي الى هناك. انت اصلا مش عارف عايز تروح فين، فاي طريق هتمشي فيه هيوصلك لفين؟ معرفش، ما انت اصلا مش عارف انت عايز تروح فين. دي حاجه من الحاجات اللي انا مش متاكد منها، مكتوبه على الانترنت بس انا بنقلها لك بتدعم الفكره. ايلون ماسك وهو صغير كان مرتبط بمشاريع خاصه بالمستقبل، الفضاء، الطاقه، الانترنت، الكلام ده كله، واظن اديك شايف ان هو شغال في الحاجات دي فعلا دلوقتي وعامل طفرات. فلو المعلومه دي سليمه ده تطبيق للفكره اللي انا قلت لك عليها دلوقتي. عندك رؤيه واضحه للحاجه اللي انت نفسك توصل لها. عايز اقول لك على اخوك اسامه كمثال، وما تاخدوش مثال ناجح، انا بس مثال لتطبيق الفكره. لما بدات عملت القناه بتاعتي عشان احط فيها كورسات برمجه، في حاجات كتير جدا كانت بتقابلني بره الطريق، شغلانه في مجال تاني وكان مرتبها حلو، حته سافرت لها كانت هتبعدني عن القناه، كل الحاجات دي ما شدتنيش، ما بعدتش، وفضلت مكمل في القناه لحد ما ان شاء الله اوصل لهدف ان احط فيها كل الكورسات اللي نفسي فيها، والحمد لله لحد يومنا ده مكمل. هي دي الفكره، عندك رؤيه واضحه انت عايز توصل لفين، وصلت ما وصلتش دي مش قصتنا، بس حط رؤيه واضحه، ما تبقاش نازل بص انا اللي هيجي قدامي هنجح فيه، مش صح. تاني فكره معانا يا صديقي ان الفشل مش عدو الناجحين. الناجحين بيشوفوا الفشل ده درس مش احباط. هتبقى حاجه غريبه جدا لو انت تخيلت ان اي حد بيجرب اي حاجه في الدنيا بينجح. طبعا بيفشل مره واثنين وعشرة ومية لحد ما يعمل الحاجه. لو انت مش متعايش مع الفكره دي يبقى يعرف ان انت اي حاجه هتبدا فيها تفشل هتسيبها ويجي لك احباط على طول. الناجحين اللي هم عملوا اختراعات العالم بيستخدمها دلوقتي، جربوا الاختراعات دي يمكن عشرات المرات وفشلوا، وفي اللي اتاذى فيهم لحد ما يطلع لك الحاجه اللي انت شايفها دلوقتي. لو مشي بقى بمبدا ان انا اي فشل هيحبطني مش هكمل، ما كانش حد كمل خالص غير الناس بس اللي كان حظها ان من اول مره الحاجه نجحت، ودول قليلين. فالمطلوب منك يا صديقي ان انت بتجرب الحاجه، غلطت تستفيد من الغلطه دي وتكمل، مش تحبط، تاخد الفشل ده كتجربه مفيده ضافت لي حاجه واكمل لحد ما اوصل للنجاح. انا حاطط في بالي ان انا هوصل للنجاح ان شاء الله، عارف انه موجود، في حاجات دلوقتي عماله بتتقفل قدامي بعالجها عشان اوصل للباب الاخير اللي فيه النجاح باذن الله. لكن اول باب ولا تاني باب ولا تالت باب يقفله في وشك فتحبط، يبقى كده مش هتعرف تكمل، لان المشوار طويل شويه، ومع الوقت ومع التاخر بيبقى اصعب شويه برضه، فمحتاج منك صبر. ابحث عن توماس اديسون عمل كام تجربه على المصباح قبل ما يخترعه، وشوف لو كان فشل في اول او تاني او تالت او 10 مره، يا ترى كان زماننا دلوقتي عندنا المصباح اللي فوق ده ولا لا. الفكره الثالثه يا صديقي هي الانضباط اليومي. النجاح ما بيجيش من ساعه ونص ساعه، النجاح في مجال ما بيجيش من نص ساعه اللي حضرتك سايبها بالليل هبقى بصه كده على المجال وهنجح بعد كده، لا، النجاح محتاج تعب وانضباط يومي حتى في اصعب الاوقات. عايز اقول لك ان العبد لله الفقير
اللي هو مش ناجح ولا نيله. انا في يوم من الايام ابني زياد ربنا يبارك لي فيه جه قال لي يا بابا هو انت امتى هتبطل تشتغل؟ انا جاي من بره شغال ورجعت البيت قعدت على الجهاز كام ساعه بكمل شغل. قلت له يا حبيبي الحياه كده، احنا مش متعودين ان احنا نقعد متعودين على الشغل. انا ابويا مش سايب لي املاك وعايز ابو كده، فانت محتاج انضباط عشان توصل لهدفك. الانضباط ده من ضمنه عادات متكرره بتعملها كل يوم. على فكره ممكن تكون عادات بسيطه جدا، وهديك مثال في مجالي. انا واحد من الناس مثلا بسجل كورسات، قعدت فتره حوالي سنه ما نزلتش كورسات. تخيل معايا لو انا بسجل فيديو واحد بس في اليوم، مش هقول لك 5 ولا 6 ولا 7، بعد سنه ابقى عملت 365 فيديو، اللي هم عارف ممكن يبقوا كام؟ ممكن يبقوا 7 8 كورسات. 8 كورسات يتضافوا لقناتك في سنه، والسنه دي عدت عليك هوا وانت ما حسيتش بيها. كم مره حد جه قال لي عايزك تعمل كتاب فيه نصايح الزيرو، والناس عجبتها الفكره، حتى المتنمرين استغربت ان هم ما اتريقوش وقالوا لذيذ حلوه فكره، يعني ايه المشكله؟ يعني عايز اقول لك ان انا اجلت الفكره بسبب العادات الصغيره دي اللي انا ما كنتش بعملها. عارف ايه العادات دي؟ كل يوم او يومين اكتب نصيحه اديها للراجل المدقق اللغوي ده علشان خاطر يجهزها. بس في ناس بتبقى عايزه تعمل الحاجه كلها دلوقتي، بص انا هسهر بالليل اخلص لك الكتاب. لا، عادات بسيطه متكرره تعمل لك المطلوب. كل يوم يومين 3 حط نصيحه واحده على جوجل درايف وابعتها له، يومين 3 تاني ابعتها له، شوف بعد سنه هتلاقيه جمع لك كام نصيحه ويقول لك يا باشا اتفضل الكتاب جاهز. عارف انا قعدت قد ايه عشان اعمل الكتاب؟ دخلت دلوقتي في السنه الثالثه وما عملتوش. شفت؟ عادات بسيطه جدا بس بتجيب لك بعد كده مردود انت ممكن ما تتخيلوش. فيديو في اليوم، بس فيديو في اليوم يخليك تعمل 7 8 كورسات وممكن اكتر في سنه. تخيل بعد سنه قناه الزيرو اتضاف فيها 9 كورسات. كان دلوقتي قناه الزيرو عدى سنه ما تضافش فيديو في كورس واحد. فيديوهات تعليميه والناس مبسوطه وكل حاجه، بس انا زعلت كان ممكن يبقى فيه 9 كورسات هنا. يبقى مع الانضباط اليومي يا صديقي في عادات الناجحين بيكرروها يوميا عشان يوصلوا لهدفهم. الفكره الرابعه يا صديقي، الناجحين بيختاروا البيئه بتاعتهم وبيختاروا الناس اللي حواليهم. في ناس كتير جدا سلبيين في حياتنا، ما تقدرش ان انت تشيلهم من العالم، لكن تقدر تشيلهم من الاطار بتاعك. انت تقدر تحاوط نفسك بناس تفيدك. هتقابل ناس كتير جدا سلبيين، ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ايه الهبل ده؟ انت عايز توصل لمش عارف مين، ده صيني انت فاهم؟ ويفضل يعمل لك كده، وفعلا هو ممكن يأثر عليك. ولو انت من الناس الجامده قوي اللي الكلام ده بيفرقش معاها، ممكن مع الوقت يفرق معاك من غير ما تاخد بالك. طب ايه الحكمه؟ الناجحين بيحاوطوا نفسهم بالناس اللي بيزقوهم لقدام، الناس اللي بيزودوا لهم قيمه، الناس اللي بيفيدوهم في تحقيق الهدف بتاعهم. ببساطه شديده انا واحد من الناس مثلا عندي جروبات على الواتساب، احط فيها مين او اجوين جروبات فيها ايه؟ انا حاطط مثلا جروبات فيها اصحاب الناس اللي على اليوتيوب والناس اللي بتقدم محتوى، تلاقي واحد عنده معلومه جديده يخش يشاركها معانا، واحد عنده خبر حلو، حاجات كلها بتفيدنا. ناس مثلا بنتعلم برمجه مع بعض بيبعتوا مثلا مساله وحلها، مقالات، كورس نزل جديد، بص عمال استفيد في طريقي للنجاح. في ناس تانية تدخل معاها في الجروبات تلاقي واحد داخل يشتم، واحد جايب لك مصيبه، واحد بيقول لك بص مش عارف ايه، واحد بينم على حد. كل الحاجات دي بتاثر عليك ومش بتفيدك. فهنا انت مش مجبر ولا مكتوب عليك في البطاقه انك تفضل في المكان ده او تفضل في الاطار ده، مش محتاج انت كده. عشان كده من ضمن خطوات النجاح انك توصل لهدفك ان انا احاوط نفسي بالناس اللي بتفيدني وتزود قيمه لهدفي، مش الناس اللي بتبعدني عنه. انت مش هتشيلهم من العالم، انت هتشيلهم من الدايره بتاعتك بس. الفكره الخامسه يا صديقي، الفضول والتعلم المستمر. انا بشوف ناس عينيها بتلمع لما بتعرف معلومه جديده. انا واحد من الناس لما كنت بعرف حاجه جديده كنت ببقى سعيد سعاده مش هتتخيلها. في ناس عينيهم بتلمع لما يسمع ايه فضيحه مش عارف مين على اليوتيوب يجري يشوفها، دي بالنسبه له عنده فضول رهيب. انا اتعلمت من اول ما دخلت السوشيال ميديا وعرفت يعني ايه يوتيوب ومواقع بتقدم فيديو ان الحاجات دي ما تشدنيش، بالعكس الحاجات اللي زي كده دي انا اصلا ببعد عنها تماما، وما بيجيليش واحد في المليون فضول اخش اشوف بيحصل ايه. عارف ان انا بتشد وبتضحك عليا. الفيديوهات اللي فيها عناوين تشدك ما بروح لهاش. عندي فضول ونهم للمعلومات، عايز اعرف معلومات جديده. وعندي يعني قناعه ممكن تكون بالنسبه لك غلط، براحتك خالص، ده رايي، ان معظم الحاجات اللي ليها قيمه بجد ما بيحتاجش انه يشدك بعناوين جذابه ولا فضيحه مش عارف مين والكلام ده. عشان كده ذكرت المثال ده عشان اقول لك القناعه دي، ان كتير جدا لما بروح لمحتوى محترم بجد اتعلم منه حاجه جديده بكتشف ان هو مش بيشدك ولا بيحتاج يعمل بروباجندا خالص. بتدخل على الفيديو تلاقي استفاده رهيبه. معظم ان لم يكن كل الفيديوهات اللي قابلتها في حياتي فيها بروباجندا او كليك بيت او الحاجات اللي بتشدك دي، بدخل الاقي فشل جوه ومعلومات غلط. صدقني ده اللي بيحصل معايا. عشان كده
بقول لك ان انت لازم يبقى عندك فضول للعلم دايما، عايز تتعلم حاجه جديده، والموضوع ما بيقفش. ما تجيش تقول انا اتعلمت وفهمت وشكرا كده انا خدت خبره جامده قوي، لا لسه في خبره اكتر لسه انت ما خدتهاش. هم عندهم القناعه دي، فعشان كده بيوصلوا لاهدافهم. النجاح مش هدف بيوصلوا له ويقفوا. روح ابحث عن واحد زي بيل جيتس، اسال تشات جي بي تي قول له بيقرا كام كتاب في السنه مثلا. الناس المشهوره دي هسالك سؤال، واحد زي ده كل ثانيه ثروته بتزيد دولارات ملهاش عدد كل ثانيه، ده محتاج يقرا ليه؟ فكر كده مع نفسك وقول لي ده مش المفروض يقعد على جزيره كده مع نفسه بقى وفيها الفاكهه الاستوائيه دي والبحر والشمس والحلاوه دي ويكمل حياته كده؟ ده بيقرا ليه؟ ده اتعود على فكره النجاح، خلاص اتعود على انه يطور نفسه حتى بعد ما وصل لسن كبيره، وحتى بعد ما معاه فلوس ملهاش عدد قاعد بيقرا. لو انت عندك سبب تاني بيخليه يقرا او انه عايز يطور نفسه بعد السنين دي كلها ويعمل حاجه، اكتبوا لي في التعليقات، جايز يكون كلامك صح وانا غلط. بس حتى ولو طلع كلامك صح، فكره ان الناجحين ما بيقفوش في مكان، ما بيقولش انا نجحت خلاص سلام عليكم انا هكمل حياتي بقى ايه في البيت اقعد العب جيمز، ما بيحصلش. اللي متعود على الشغل مهما حصل ومهما اتطور ومهما وصل بيكمل. اخر حاجه يا صديقي، انا بدعوك تبعد عن قصه الظروف وجرب تغير من عقليتك او من طريقه تفكيرك وتشوف ايه العادات الصغيره البسيطه اللي ممكن تعملها في يومك تفرق معاك. شوف مجالك او انت بتعمل ايه والنجاح في مجالك ايه، وشوف ممكن تحقق النجاح ده ازاي بعادات بسيطه. حضرتك عايز تالف كتاب، كل يوم اكتب لك مثلا 100 كلمه 50 كلمه في الكتاب وامشي. عايز مثلا تسجل كورسات، سجل كل يوم يومين 3 فيديو بس، كل 3 ايام فيديو، مش كتير مش كل يوم. انا جات عليا ايام كنت بسجل 5 فيديوهات في اليوم، تخيل. شوف عشان انا ما حافظتش على العاده دي تعبت بعد فتره. طب ما بدل 5 فيديوهات ما تخليها فيديو في اليوم وحافظ على العاده. العادات لما بتتعمل جامده قوي بتروح بسرعه، في حاجات لما بتدخل فيها كده بغش بتطلع منها بسرعه. يعني انا قررت اسجل 10 فيديوهات في اليوم، هتفضل تعمل كده يومين 3 4 بعدين تعطل هتتعب. لكن ممكن تحافظ على عاده بسيطه جدا وهي فيديو يوميا، فيديو مش متعب في اليوم. فانا هحافظ على العاده دي واشوف النتيجه بعد شهر، بعد شهر كورس، بعد شهرين كورسين، الله بعد 3 الكورسات عماله تزيد بعاده بسيطه جدا يوميا. شفت ازاي؟ اكتب لي يا صديقي رايك في التعليقات، وايه الحاجات اللي انا ممكن ما اكونش قلتها انت شايف ان هي موجوده في عقليه الناجحين. لان فكره الفيديو ده ان احنا نحلل مع بعض العقليه دي، عايزك انت نفسك تضيف لي معلومات انا ما اكونش اعرفها. الفيديو ما غطاش كل حاجه، في ناس بتعمل حاجات اكتر من كده بكتير جدا. وبس كده يا صديقي، يلا بينا على فقره الايتمز. النهارده معانا شويه ايتمز لطيفه. اللعبه دي عجبتني جدا فكرتها. اول حاجه معانا هي لعبه لطيفه جدا اللي هي بتطلق صواريخ دي، هي منظر بس عجبني جدا الكرياتيفيتي بتاعتها وهي في الصوره دي. بتشيل الحجاره الباتري اللي هي الصغيره والباتري الكبيره، ولما بتملاها حجاره بتبقى عامله زي الاله او المدفع اللي بيطلق صواريخ. شكلها تحفه والفكره بتاعتها مجنونه، عجبتني جدا. يعني كان ممكن هو يعمل لك اللعبه على شكل اللي هو مدفع بيطلق صواريخ وخلاص، لا ساب لك اماكن تحط فيها الحجاره القلم بتاعتك عشان اصلا تعمل لك الشكل اللطيف ده. بص انا كنت بشتري لبس من محل، راح مديني المروحه الهديه دي، هي الحقيقه ضحكتني. يعني انا مش فاهم دي ممكن تعمل بيها ايه. مروحه للوش بس كده، دي مروحه اهي زي ما انت شايف بتزود، انا زودتها بصراحه جميله، بس انا مش هقعد اعمل كده يعني طول ما انا ماشي، عبط قوي يعني. وفيها ليد بيقول لك هتخلص بعد قد ايه، وطبعا بتتشحن. انا مبسوط جدا من الحاجات اللي بتتشحن دي، ويعني لطيفه، بس يعني لو انت في الشمس مش هتعمل لك اي حاجه وهتجيب لك هواء سخن يعني. تالت ايتم معانا عجبني جدا فكرتها. انا عايز ابعد ابني عن الشاشات، عن الايباد والموبايل والحاجات دي، بتوجع العين وبتضعف نظر الطفل. دي لعبه من الالعاب اللي انت ممكن تلعبها على الموبايل، بس هي هنا فيزيكال حقيقيه، مفيش هنا موبايل ولا اي حاجه. هوريك شكلها دلوقتي عشان تفهم فكرتها. ده شكل اللعبه، ده شكل القطع، وده الجهاز. بتحط القطع في الجهاز، والجهاز فيه اكتر من بازل، وتبدا تودي القطع يمين وشمال. قطع حقيقيه هنا تروح يمين وشمال لحد ما القطعه اللي هو طالبها منك توصل لهنا. كده معناها ان انت طلعتها من البوكس او طلعتها من المتاهه اللي هي فيها. طبعا في اكتر، كاتبين اكتر من 100 بازل او 200 بازل او يعني 200 فكره بتطلع لك على الشاشه هنا. لسه بس ما حطيتش فيها حجاره، بس انا بوريك فكرتها. فتخيل لعبه على الموبايل جميله تلاقيها قدامك هنا فيزيكال، ولا شاشه ولا حاجه تتعب عين الطفل ولا تضعف نظره ولا اي حاجه من الحاجات دي. اخر حاجه معانا ميداليات او ميداليات. انتوا عارفين انا بحب الميداليات، احتمال افتح محل يبيع ميداليات يعني. دي انا مش عارف اوريتها لكم قبل كده ولا لا، بس عجبني قوي الكاوتش بتاع العربيه ده، يعني بصراحه انا بتهوس بيه يعني. عندي ميداليات كاوتش عربيه كتير جدا. انا ماليش في الكوره، ما بحبش الكوره، ده ذوقي يعني تمام، عشان بس ايه ما نتخانقش مع بعض. انا عجبني شكل الكوتشي ده، الله يحفظكم يعني. كوتشي وكوره زي ما انتم شايفين، ميداليه كوتشي وكوره، عشان لو انت عندك حد قزم كده تلبسه الكوتشي، قصدي ميداليه يعني. دي برضو يعني ايه ذكريات زمان
ايام ما كنت بلعب جي تي ايه، فلقيت ميداليه بنفس اسم اللعبه ومعاها اسم الشركه اللي هي روك ستار دي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الفيديو وتضيفوا عليه حاجه انا ما كنتش قلتها. ده الهدف، مش ان انا اوصل لك بس معلومه، احنا نتناقش. ممكن في حاجات عادات انا قلتها وفي عادات تانية كتير ما قلتهاش، استناك انت تقولها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.